ستي بسبست لي بسبوسة بالسكر والعسل. أحلى بسبوسة ممكن تعمليها، وبكل أسرارها هقولك عليها، وهتعملي أحلى بسبوسة بعد كده في بيتك ومش هتشتريها تاني من بره. ولو عايزة تقدميها لحد هدية قدميها، جيبي العلب دي بتتباع رخيصة جدا بره وحطيها وقدميها، مش هيصدقوا ان انتي اللي عاملاها. ويلا هنبتدي كده. معايا صينية هنا مقاس 30، هدهنها حتة زبدة كده حلوة كده بنت ناس. ومعايا كيس حراري بتاع اللي هو الفراخ بقى اللي بنحطه في الفرن، ومعانا اللي هو الديك الرومي والحاجات دي. ده كيس حراري كبير كده، بيكوني جايبه نوعه حلو، وبقصه كده من كله، وباخد مقاس الصينية وهدهنه عشان لما اجي اقلبها بعد ما تستوي تبقى لي حلوة جدا وما تتهريش، وتبقى واحدة يعني حتة واحدة. ده بيحافظ لي على ان انا اقلب الصينية تبقى الشكل روعة. هقصه كده حسب الصينية قد الصينية وهركنها. ومعانا هنا بقى الخليط بتاعي. انا جايبة كيلو دقيق سايب، دقيق سميط سايب من عند العطار كيلو. هاخد نص، بس نص كيلو. انا جبت كيلو وهاخد نص كيلو. النص كيلو دوت 3 كوبايات. ده دقيق سايب من عند العطار. خلاص كده عايرت ال3 كوبايات بنفس الكوباية، وهحط 3 معالق كده جوز الهند. ده اختياري، مش عايزة تحطيه استغني عنه تماما، بس بيديله طعم روعة. وخلاص هنركن الخليط بتاعنا. انا هنا مسخنة اللبن، انا بوريهولكوا بس فرغته في الكوباية ورجعته تاني علشان تعرفوا يعني ان دي كوباية لبن. كوباية لبن وكوباية سكر نفس الكوباية هي، ومعلقة عسل كلوكوز، ومسخنة اللبن عشان العسل بس الكلوكوز يسيح معايا، بس مش اكتر. وهسيبه لما يبرد برضه. وهنا كوباية الا معلقتين سمنة بلدي، كوباية الا معلقتين. السمنة البلدي بتفرق جدا في البسبوسة، وتشم الريحة والطعم حكاية، مش زي بره ما بتبقاش فيها سمنة بلدي، بيحطوا ريحة السمنة البلدي. وهنقلبهم كلهم على بعض الخليط. وهنجيب بقى الخليط بتاعنا الدقيق السميط وهنفرغ حط عليه. وانتي بتحطي قلبي بالراحة. الدقيق السميط او البسبوسة ما بتتعجنش، لو اتعجنت بتنشف معاكي في الفرن. بالراحة خالص، احنا عايزين ندخل المكونات كلها ببعض بس بالراحة. اعملي البسبوسة في البيت نفس المقادير دي وهتطلع لك احلى بسبوسة ومرملة وجميلة جدا. جبنا الصينية بتاعتنا وهنفرغ بقى الخليط بتاعنا، واحلى بسبوسة تاكليها. بس ما تنسيش تغني برضو ستي بسبست لي بسبوسة. بتطلع حلوة وانتي بتعمليها كده زي شهقة الملوخية. لا، وانتي بتعملي بقى صينية البسبوسة غني الأغنية دي عشان تطلع لك حلوة. بس هنفرغها كلها كده بقى وهنظبطها تظبيطة كده حلوة، وهنديها خبطتين 3 كده على الرخامة وبس هتظبط لوحدها. بسم الله ما شاء الله. هنجيب السكينة بقى ونقطعها كده زي ما يكون بنقطع بيتزا كده. معايا هنا عين جمل، ومعايا بندق، ومعايا شوكولاتة خام. هحطها جزء كده وجزء كده. هرص البندق عليها زي الرص بره كده، بيبقى شكلها تحفة. بسم الله ما شاء الله. بتروحي تشتري بقى الصينية دلوقتي كده بالمنظر ده من بره، شوفي بكام، ب450 وب500 والكلام ده كله. فاحنا بص عملنا الأحلى صينية وهتروح لأحلى ناس. يعني أنا عاملاها لواحدة صاحبتي وحبيبتي. بصي دقتها كده قالت لي كلها ما فيهاش غلطة،
بسم الله ما شاء الله، سكر مظبوط، كل حاجة مظبوطة فيها، ومرملة جدا، وحاجة كده حكاية. هرص كله. هجيب بقى الجزء التاني بالشوكولاتة الخام. دي شوكولاتة مطبخ، بتبقى خام كده برضو، بتتباع عند العطار. وجيبي المبشرة بتاعتك وابشري. هنعمل شكل حلو، جزء كده فيها يعني. عايزة تخليها شكلها فاضية، مش عايزة تعملي فيها وزدان، يعملي يعني مش شرط زي ما انا عاملة. ممكن تعمليها سادة كلها وبتطلع تحفة برضو. بشرت كده حبة كده فيها عليها، وانا مشغلة الفرن على 180. هحطها في الرف الوسطاني، وهسيبها نص ساعة، نص ساعة كده، واشوفها. هلاقيها محتاجة بس سنة من الشواية. هشغل الشواية عليها سنة، علشان كده الشوكولاتة تحسي انها اغمقت او ما شغلت الشواية، بس كانت لازم الشواية تشتغل، لان الفرن ما ادانيش الشكل اللي انا عايزاه. هنا بقى وهي في الفرن هنعمل بقى الشربات او السيرب. كوباية ونص سكر على كوبايتين مية. كوباية ونص سكر، وبيطلع مظبوط جدا على كوبايتين مية. وهحط يعني شعرة ملح ليمون، يعني يعتبر مفيش ربع، لا شعرة كده. ومعلقة عسل كلوكوز. ده بيخلي السيرب حلو جدا ومظبوط جدا. ونقطتين فانيليا وحتة زبدة كده. وهنروح على البوتاجاز بقى ونسيبه يدوب ياخد مفيش مثلا 3 غلوتين 3، يعني غلوتين 3. شربات البسبوسة بيبقى خفيف مش تقيل. والبسبوسة طلعت اهي بسم الله ما شاء الله سخنة، والشربات سخن، الاتنين سخنين. وحطي كمية كلها على الصينية. ما تقوليش لا ده انا مش هحط كتير عشان ما تطلعش لا، البسبوسة بتشرب الكمية كلها، المقدار اللي احنا عاملينه. وغطيها وسيبيها. انا سبتها ربع ساعة على المطبخ، وبعدين رجعت بقى ولقيتها شاربة كله بسم الله ما شاء الله. حاجة كده جميلة جدا جدا، والشكل والطعم حكاية. والسمنة البلدي بقى واضحة فيها جدا. هقلبها هنا في طبق التقديم. لو انت عايزة بقى تخليها في طبق التقديم ده، لو انتوا هتاكلوها مثلا في البيت خليها. انا هنا بقى جبت العلبة دي، اشتريتها معايا علبة كده. هنا بظبط بس الكيس، هخليه زي ما هو، بس ايه هشيل الزيادات بتاعته بس، لكن هخلي الكيس زي ما هو. اشتريت علبة من عند ملتزمات الحلواني. دي العلب دي بتتباع هناك كتير جدا. بصوا المنظر والشكل حكاية، اكنك شارياها جاهزة. وهحطها بقى هقلبها عليها، وتقدميها لقرايبك، تقدميها لحبايبك. شوفي انتي رايحة زيارة لمين، بتبقى حلوة جدا، لانك انتي ضامنة يعني ضامنة معمولة ازاي، والريحة ولا اروع من كده. ومرملة جدا. انا هنا مش هقدر افتحها قدامكم، لاني لو خدت منها هتتبهدل، فمش هعرف اوديها. ودي كانت راحة لواحدة حبيبتي وصاحبتي، فما ينفعش ان انا اقطع منها. بس والله هم شكروا فيها جدا، وانا كمان لما وديتها دقتها عشان ابقى صادقة في الكلام. وصورها لي على الفيس، وحطوها من كتر حلاوتها بسم الله ما شاء الله. جميلة